قبل لا تسافر لأي مكان لازم تشيك على السيارة بالكامل، سواء ميكانيكي أو كهربائي. كل يوم تجينا سيارات ألمانية، BMW، مرسيدس، أودي، بس السؤال هنا، هل أي كراج يقدر يتعامل معهم؟ هلال السلطي، أهلا وسهلا فيك أستاذ هلا هلال. فيك الأخ علي، حياك الله. يا مرحبا، عندي مرحبا. سؤال وخليني أسألك إياه. تفضل. ليش الناس تقول إنه السيارات الألمانية حساسة جدا؟ طبعا السيارات الألمانية ليش حساسة؟ لأنها تشتغل على أنظمة دقيقة جدا، ومن هذه الأنظمة طبعا على سبيل المثال فيها أكثر من كمبيوتر، وعلى كل كمبيوتر له وظيفة معينة خاصة فيه، وطبعا كل هذه الكمبيوتر متصلة في بعضها البعض، عشان كذا تكون السيارات الألمانية أكثر أدق من ما السيارات شاء الله. الأخرى. طيب خلينا نعم. ناخذ مثال، مثلا لو جتنا BMW أو مرسيدس فيها لمبة ماكينة أيوه. شغالة، أول خطوة أنتم إيش بتسووها؟ طبعا فحص الكمبيوتر، أن نفحصها كمبيوتر. يعني ما تغيروا قطع مباشرة؟ لا ما نغير قطع مباشرة، نفحص كمبيوتر، بالإضافة إلى أكيد إنه راح يطلع لك كودات، فهذه الكود ما نروح على طول نعتمد على هذاك الكود ونغير على طول، لا، في تشخيص ثاني اللي هو الكهربائي يعتمدها، اللي يتبع صح الكود، يتبع صح النظام هذاك اللي عطلان في السيارة، ولكن أيضا نفحص هذه القطع يعني اللي ظاهر عليها أكواد، لأن هذه الكودات قراءة الكود الخطأ يعني. أيوة، الكود الخطأ يسبب لنا كمبيوتر بشكل احترافي. نعم. هذا كله معنا هنا في العالمية، وما شاء الله المكان عندكم مزدحم. بالضبط، صحيح. الله يعطيكم الخير ويعافيكم. طيب رسالتك للعملاء؟ والله قبل لا تسافر لأي مكان لازم تشيك على السيارة بالكامل، سواء ميكانيكي أو كهربائي. نعم. وأهلا وسهلا فيكم حبايب القلب من هذا المكان، كما عودناكم العالمية لصيانة السيارات، معكم قلبا وقالبا.